بتحب الإثارة وبتعشق جسمها، وفي خدها سبب شهرتها. مين هي نجمة الإغراء سارة حناشي صاحبة صور الحمام اللي هزت السوشيال ميديا؟ ومفاجأة عن ديانتها وسر رفضها للإقامة في مصر. سارة حناشي واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي، ومهرجان الجونة هو سبب شهرتها. قبل المهرجان كانت حمادة، وبعد المهرجان بقت حمادة تاني خالص. سارة حناشي فنانة تونسية معروفة بالجرأة وحب الإثارة، بس في غموض كبير حواليها، وتصورت صورة في الحمام قلبت السوشيال ميديا. يا ترى ايه حكاية الصورة دي، وديانتها ايه، وايه سبب رفضها انها تعيش في مصر؟ يلا بينا نحكي لكم كل حاجة بالتفصيل. سارة حناشي فنانة تونسية الأصل، كانت مجرد ممثلة وحدود شهرتها داخل بلدها بس. لكن بعد مهرجان الجونة سنة 2020 في مصر، حياتها اتقلبت خالص وبقت فنانة إغراء مشهورة قوي على مستوى الوطن العربي، وده بسبب الإطلالة اللي ظهرت بيها في المهرجان. ومن ساعتها وخدت لقب صاحبة الفستان المثير. ده طبعا غير تصريحاتها الجريئة عن جسمها، دايما بتحب الإثارة والفرقعة اللي تخليها مصدر للترند على طول. الفنانة سارة حناشي ظهرت في مهرجان الجونة بكاش مايو جريء ومكشوف، لفتت أنظار كل الموجودين في المهرجان، وأثار انتقاد وغضب كتير من الجمهور، وقالوا إنها بتتعمد تظهر بفساتين مثيرة، وده ما يناسبش أبدا المهرجان. بس ده ما كانش أول ظهور جريء ليها. سارة حناشي دايما بتفضل إنها تظهر بلبس جريء، وتتعمد تعمل إيحاءات وحركات إغراء بمناسبة ومن غير مناسبة. ولما جالها فرصة ترد على كل الانتقادات اللي بتتوجه لها، ردت وقالت: الناس بتعتبرني مغرية، فدي مجاملة جميلة أحبها، أفضل من إن يصفوني بالوحشة. وقالت كمان: أنا مش بتعمد ألبس مكشوف، بس بلبس اللي شايفاه مناسب ليا، ومستعدة أظهر في أي مهرجان بالجينز حتى، المهم أكون مبسوطة ومرتاحة. وقالت كمان: منكرش إني جريئة وبحب إني أظهر قوية ومتحررة، ومفيش قيود مأيداني، وده بيناسب شخصيتي جدا، بس أنا مش بلبس جريء علشان أطلع ترند. أنا بلبس ده لأني بحب جسمي قوي، وما عنديش أي عقد ولا مشكلة مع جسمي، وبحب أظهر كده لأن ثقافتي التونسية مختلطة بالثقافة الفرنسية كتير. كاش مايو مهرجان الجونة ما كانش أول حاجة جريئة تعملها سارة حناشي. نشرت قبل كده صور جريئة في الحمام بمايو مكشوف، والصورة دي قلبت السوشيال ميديا، وناس كتير انتقدوها وقالوا لها: مش معنى انك بتحبي الجرأة والإغراء تنشري صور مخالفة للعادات والتقاليد الشرقية. وده كان رأي كتير من الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا. مين بقى سارة حناشي، ويا ترى ديانتها ايه؟ نجمة الإغراء سارة حناشي من مواليد 30 أغسطس 1985، ويقال إنها مسيحية الديانة، ودخلت عالم الفن سنة 2013، وشاركت في أول دور ليها من خلال مسلسل يوميات علولو. اشتهرت سارة حناشي بعد تقديمها فيلم طفل الشمس سنة 2014، وكان الفيلم نقلة حقيقية ليها. من أهم أفلامها زيزو سنة 2016، وقدمت فيه دور عائشة. سارة حناشي قالت قبل كده إنها مش مستعدة تقعد في مصر. يا ترى ايه السبب؟ سارة زارت مصر قبل كده 6 مرات، وحريصة جدا على حضور المهرجانات الفنية المصرية، وليها أصحاب كتير من الفنانين، منهم شريف البنداري، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، وأحمد عبد الله. بس قالت إن ما عندهاش الجرأة إنها تعيش في مصر، لأنها لسه لوحدها وفي بداية حياتها، فمش هينفع تعيش لوحدها في بلد غريبة.